الخير اللي الإنسان بيعمله أكيد هيرجع له في يوم من الأيام، وطول ما قلبك قلب سليم وفيه رحمة أكيد ربنا هيرحمك وينقذك من كل سوء ممكن تقع فيه. أنا عادل، عندي 28 سنة، عايش مع أمي لأني لسه ما اتجوزتش وأبويا متوفي. كنت معروف في الحي بتاعنا باسم محبي القطط لأني كنت بعشق القطط بجنون، وكنت لما أشوف في الشارع قطة جعانة لازم أطعمها، ولو شفت قطة مريضة لازم أساعدها، وممكن أخدها معايا البيت كمان أربيها مع قطتي. لحد دلوقتي بقى عندي 4 قطط، وكمان أمي هي اللي كانت بتساعدني على كل ده. وكنت قبل ما أنزل شغلي كل يوم كانت تقولي: خد يا عادل، ده أكلك وده أكل القطط، وزع براحتك يا حبيبي، معاك أكل كتير، حط لهم أكل عندنا في العمارة وعند شغلك كمان. حاضر يا ماما، ربنا يخليكي ليا يا رب، يا أحن قلب في الدنيا، انت اللي علمتيني الرحمة. طبعا يا عادل، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والقطط مخلوقات ضعيفة وربنا خلقهم عشان يختبر رحمتنا بيهم. بس للأسف مش كل الناس بتحب القطط وفي قلبها رحمة تجاههم. كنت كل ما أجي أكل القطط اللي عندنا ناحية العمارة بتاعتنا ألاقي أستاذ سيد جارنا يقولي بغضب: انت لسه بتأكل القطط دي وبتلمها علينا؟ انت كل ما بتأكلهم بتخليهم يجوا تاني. وانا قلت لك قبل كده 1000 مرة بلاش تأكل القطط هنا. دول بيقلبوا الزبالة اللي بحطها قدام البيت. دول بيقلبوا الزبالة اللي انا بحطها قدام البيت. يا أستاذ سيد، لو على الزبالة ما تحطهاش قدام البيت، خدها على طول وارميها في المقلب، ده المقلب في وش العمارة على طول مش بعيد. وبعدين لو كل واحد فينا قال لأ أنا مش هأكل القطط، أمال مين اللي هيطعمها؟ حرام، دي أرواح زي ما أنت روح. ارواح ايه بس؟ دي حيوانات قذرة ولازم نتخلص منها. ملهاش اي لازمة في الحياة. مش عارف انا ربنا خلقهم ليه بس. مش كفاية مراتي اللي مربيالي قطة في البيت مكرهاني ارجع حتى؟ أستغفر الله العظيم، خلقهم عشان يختبر الرحمة اللي في قلبك. خلي بالك يا أستاذ سيد، اللي بيرحم مخلوقات ربنا ربنا بيرحمه، واللي بيأذيهم عقابه هيجي في يوم من الأيام. وفي يوم لقيت أمي بتقولي: بص يا عادل، أنا بكرة إن شاء الله هروح لخالتك عشان هي تعبانة شوية، وهبات عندها 3 أيام وارجع إن شاء الله، وأنا هعمل لك أكل وأحطه لك في التلاجة، وانت لما تحب تاكل ابقى سخن الأكل وكل. ماشي يا حبيبي؟ ومش هتأخر عليك، أطمن بس على خالتك. ماشي يا ماما، تروحي وتيجي بالسلامة، وأنا هوصلك عشان أطمن على خالتي وارجع على طول عشان عندي شغل بكرة إن شاء الله. لا يا حبيبي، أنا هروح لوحدي، انت شكلك تعبان. لا يا ماما، ما أقدرش أسيبك، أنا هوصلك وكمان لما ترجعي هاجي أجيبك إن شاء الله. وفعلا رحت وصلت أمي ورجعت البيت، بس حسيت بالتعب وإني مقتول نوم، ولقيت نفسي رحت في النوم وأنا قاعد على الكنبة ومحسيتش بنفسي، وصحيت فجأة على صوت القطط عمالة تنونو وتشدني من هدومي. وأول ما فقت من نومي شميت ريحة غاز جامدة جدا، وافتكرت إني كنت بسخن لنفسي العشاء، بس من كتر تعبي نسيت الأكل على النار، والأكل نزل على عين البوتاجاز وطفى النار، والغاز فضل يتسرب وكان هيموتني، بس لولا رحمة ربنا بيا وإنه جعل القطط سبب في إنقاذ حياتي. ولما أمي رجعت من عند خالتي وعرفت اللي حصل لقيتها بتقولي: الحمد لله، وأنا برضو كنت حاسة بقبضة في قلبي وخايفة عليك، وقلت وقتها يمكن عشان أول مرة أسيبك لوحدك، بس عمل الخير ودعائي ليك هما اللي أنقذوك، ربنا يحفظك ليا يا حبيبي. وفي يوم وأنا راجع من الشغل لقيت قطة ميتة في الشارع قريب من عمارتنا، حزنت عليها وقلت في نفسي: مش دي قطة الأستاذ سيد؟ أنا عارفها وشفتها عنده قبل كده. ولما طلعت أسأله لقيته بيقولي: ايوه، هي قطة المدام. دي المدام مشيت وسابت لي البيت من زعلها عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس إيه اللي حصل عشان تموت؟ ابدا. وانا بفتح باب الشقة لقيت القطة بتخربش ابني الصغير. اسكت انا؟ لا طبعا. يعني ابني ولا القطة؟ رحت مسكتها وحدفتها من البلكونة. حصل ايه يعني؟ الدنيا خربت؟ دي حتة قطة.
أستغفر الله العظيم. اللي انت عملته ده يا أستاذ سيد ذنب كبير. حاول تستغفر ربنا كتير عليه، ويا عالم ربنا هيغفر لك ولا لأ، لأن الذنب ده مش بينك وبين ربنا بس، ده فيه روح انت قتلتها وهتتحاسب عليها. هو ايه الكلام الكبير ده؟ مش للدرجة يعني. ما انا طول عمري مش بحبهم، ومن صغري وانا دايما عاكسهم، احدف بقى عليهم مية، احدفهم بالطوب، وعادي يعني ربنا ما بينتقمش مني. أنا اتكلمت معاك كتير يا أستاذ سيد في الموضوع ده، وانت مش بتقتنع. ربنا يصلح حالك. يا عم ربنا يصلح حالنا وحالك. وفي يوم كان أستاذ سيد راجع من شغله بالليل، وبالصدفة أنا كنت في الشارع الوقت ده بشتري حاجات لأمي، وشفت اللي بيحصل قدام عيني. شفته كان بيعدي الطريق، وكان في عربية مسرعة قدامه. يمكن اللي بيسوق كان بيسوق بسرعة عشان مفيش زحمة والوقت متأخر. وفجأة ظهرت قطة قدام السواق ده، وعشان يتفاداها العربية انحرفت منه وخبط الأستاذ سيد، وبسرعة اتصلت بالإسعاف. ولما نقلنا الأستاذ سيد للمستشفى كانت حالته خطيرة جدا، ورغم إن جيراننا ما كانوش بيحبوه من قسوة قلبه، إلا إنهم اتبرعوا له بالدم لما الدكتور طلب دم. وربنا شفاه وطلع من المستشفى، بس طلع قعيد على كرسي متحرك، وكانت مراته معاه ونعم الزوجة وقت مرضه. وبعد سنتين من عذابها معاه قالت له: أنا خلاص ما بقتش طايقة أستحملك يا سيد. 10 سنين وأنا عايشة معاك على قسوة قلبك، وكل مرة أقول لنفسي معلش استحملي عشان العيال، بلاقيك بتزيد أكتر وأكتر في القساوة معايا. وكمان بعد الحادثة كنت معاك ولا الخدامة، وكنت دايما أقول عشان ربنا، وإنت مش بتقدر كل ده، بل بالعكس بتعاملني بكل قسوة أكتر. طلقني وحسبي الله ونعم الوكيل فيك. وانا مش هطلقك، واعلى ما في خيلك اركبيه. هتطلقني يا سيد، وإلا هرفع عليك قضية، وإنت طبعا عارف إن القاضي هيحكم لي بالطلاق على طول، لأني مش باخد حقوقي. فياريت من غير فضايح لينا ولولادنا، خلينا ننفصل بهدوء. وسمعت إن الأستاذ سيد طلق مراته، ومراته خدت الولاد وبقى عايش لوحده ومحدش جنبه، وكل ده بسبب قسوة قلبه وعدم رحمته. والأستاذ سيد فهم كويس قوي إن كل اللي حصل له في حياته ما كانش مجرد صدفة، ده كان عقاب من ربنا ليه. وفي النهاية عايزة أقول: اوعوا تستهونوا بالأذية، حتى لو أذية حيوان، وتقولوا عليها عادي، لأن ربنا يمهل ولا يهمل.